اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نعمل بقى صينيه مكرونه كده. شايفين بقى طبعا جمال الصينيه. صينيه مكرونه بقى في حته تانية خالص، دايبه كده يا دوب في الصوص بتاعها. دي صينيه مكرونه نجرسكو. يلا بقى بينا نشوف المقادير بتاعتها ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. معايا هنا كده ده نص كيلو شاورما. الشاورما هنا بقى انا جبت صدر فراخ كده وبخليها حطها في الفريزر. هنا الشاورما بتاعت طلعتها تفك وحطيت عليها ليمونه وسبتها حوالي كده 10 دقايق، وبعد كده شطفتها ونبدا نتبلها بقى. هنا بقى بقول لكم ان كده خلاص الفراخ جاهزه معايا. حطيت عليها كده حبه ملح، حبه فلفل اسمر، حبه بهارات فراخ، بابريكا مدخنه، وبس كده. هي دي التوابل اللي انا هحطها، يبقى ملح وفلفل اسمر وبهارات فراخ وبابريكا مدخن. هنا كده الصينيه بتاعتي حطيت فيها معلقه كبيره من الزيت. اول ما الزيت بتاعي كده سخن والطاسه تكون سخنه جدا، انا مش عايزه هنا الفراخ تنزل ميه. نزلت كده بنص كيلو الشاورما بتاعتي. هسيبها بقى اول ما تاخد لون من تحت هبدا اقلبها زي ما انتم شايفين كده. خلاص اتشمعت وخدت لون من تحت، هبدا بقى اقلبها عشان تاخد لون كمان من الجنب التاني. زي ما انتم شايفين كده بوريكم درجه اللون بتاعها. هنا بقى الريحه في حته تانية خالص. توابل بسيطه بس مديها طعم ونكهه جميله جدا. في المرحله دي بقى كنت قطعت بصله واحده جوانح، دي اختياري بس انا بحب احط لها بصله واحده كده وسط. قطعتها جوانح زي ما انتم شايفين كده، وهبدا انزل عليها بالبصله. اول ما تدبل هكون انا مجهزه معايا قرن فلفل او قرن شطه سبايسي، اختياري برضو، هنزل بيه برضو زي ما انتم شايفين كده. حطيت تشكيله فلفل كده، نص من كل حاجه، نص قرن شطه سبايسي وفلفل احمر وفلفل اخضر، بس مش هحتاج اكتر من كده. اول بقى ما الخضار بتاعي يبدا يدبل كده هطفي عليه، وبكده يبقى الحشو جاهز معايا. جبت هنا الحله بتاعتي حطيت فيها ميه وملح، واول ما غلت نزلت عليها كده بمكرونه لام. المكرونه بقى بتاعتي تستوي هصفيها في المصفى. انا من هنا في المرحله دي مش بغسل المكرونه بتاعتي، مش بغسل عامه اي مكرونه انا بعملها. نبدا بقى هنا في اهم خطوه في الوصفه او اهم مكون، اللي هو الصوص البشاميل. حطيت هنا كده 4 معالق سمنه بلدي، وممكن اي نوع سمنه انتي تفضليه. وحطيت كده دول 5 معالق دقيق، فهرجع ازود تاني دلوقتي معلقه سمنه معاكم. هنا النار بتاعتي وسط، هبدا اقلب في الدقيق كده مع السمنه. حسيت ان الدقيق محتاج سمنه ولا يهمنا، نزلت بمعلقه سمنه زي ما انتم شايفين كده. انا عايزه القوام بتاعي كده زي ما انتم شايفين، ما يبقاش مكلكع معايا. انا هنا لازم أنا افضل اقلب كده عشان انا عايزه هنا اشم ريحه الدقيق، تحميصه الدقيق دي اللي مش هيخلي معايا البشاميل، سواء نزلت بلبن ساخن او لبن ساقع يعمل يكلكع معايا. هنا بقى هبدا انزل كده باللبن تدريجيا، بوريكم قد ايه اللبن دسم وعامل وش قشطه. نزلت بقى باللبن زي ما انتم شايفين مره واحده، وهبدا بقى اقلب. ايديا هنا مش هتسيب لحد ما اخلط البشاميل الدقيق بالسمنه باللبن يبقى مكون واحد معايا. هنا النار بتاعتي وسط، حطيت ملح فلفل اسمر، وهحط رشه بسيطه خالص من مرقه الدجاج الفوريه. انا مش عايزه هنا اكتر المرقه، انا عايزه هنا طعم البشاميل يكون غني ودسم باللبن والقشطه. رشه بسيطه بس كده اهو مع الملح والفلفل الاسمر، والطعم هنا بقى هيبقى مظبوط جدا ان شاء الله. يبقى ال5 معالق دي خدوا معايا 5 معالق سمنه، وحطيت هنا كيلو وربع لبن. انا عايزه الصوص هنا يكون خفيف زي ما انتم شايفين كده، انا مش عايزاه تقيل زي البشاميل بتاع اللحمه. هنا بقى كنت خلصت معايا. هنا بقى الصوص جاهز، الحشو والجبنه الموزاريلا المكرونه. هنبدا بقى نجهز السرفيس او الطاجن كده مع بعض. بحب انا هنا احط كده شويه في الصوص بتاعي، احط شويه موزاريلا بيدوا مطه وطعم حلو قوي في الصوص بتاعي. لو لسه بقى ما حطيتيش اللايك حطينا لايك كده حلو وكومنت جميل ودعوه حلوه من قلبكم ولكم بالمثل. جبت بقى هنا السرفيس بتاعي كده، نزلت بالمكرونه ونزلت عليها بالحشوه اللي هي الفراخ اللي احنا عملناها مع بعض الشاورما، ونزلت عليها بالزيتون المخلي، وهنزل عليها بقى بصوص البشاميل زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى يا جمال، والجمال عدى الكلام بقى في الحته دي. بمنتج الفيديو حرفيا وانا جوعت. نديها بقى تقليبه محترمه كده، المكرونه مع الشاورما مع الزيتون مع صوص البشاميل القمر ده، لحد ما كل المكونات كده تتجانس مع بعضها زي ما انتم شايفين. ونرصها بقى ونبدأ ننزل بقى بقية صوص البشاميل على الوش زي ما انتم شايفين. هنا الصوص كتير شوية بس احنا بنحبه كده
صينيه مكرونه نجرسكو يعني دايبه كده في صوص البشاميل زي ما انتوا شايفين بقى كده. هحط كل الكميه وهساوي الوش. شايفين بقى قد ايه قوام البشاميل سايب وجميل. نبدأ بقى كده نحط بقى رشة موزاريلا. انا هنا مش كتر موزاريلا لان انا مش بحب طعم الموزاريلا قوي مع البشاميل عموما. هي مجرد لون مش اكتر، لان الموزاريلا لما بتاخد لون مش بتمط قوي. لزوم بقى التزيين كده زينتها كده بالزيتون زي ما انتوا شايفين. هنا بقى في الفرن كانت بتبقبق بقى. دخلتها بقى فرن زي ما انتوا شايفين، ولعت من تحت ومن فوق، وهنا بقى كانت خدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى حرفيا كانت سخنه لسه، حتى لو خدتوا بالكم لسه البقبقه شغاله. البقبقه دي بتغسل قلبي من جوه دلوقتي. عايزه حته مكرونه دلوقتي. هنبدا بقى نقطعها زي ما انتوا شايفين كده ونقدمها بقى في الاطباق. انا عن نفسي احب احط الصينيه قدامي كده واكل منها على طول، بس انا بقى عشان ما شاء الله الصينيه كبيره والولاد مش هيعرفوا ياكلوا، فاضطريت ان انا اقطعها واحط لهم كده في الاطباق. اللي بقى على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يلا بقى كل اللي بيتفرج كده يعمل منشن بقى اللي بيعمل الاكله دي وبيحبها من ايده عشان يعملها له. واعملوا لنا بقى لايك كده ودعمونا لايك الجميل عشان القناه تكبر بكم فضلا وليس امرا. هنا بقى شايفين قد ايه المكرونه غرقانه في الصوص، بجد طعمها تحفه. جربوها ومش هتندموا. مكوناتها بسيطه وسهله جدا، ما تستصعبوش حاجه. اول حاجه بنعملها بنبقى خايفين وصعبه، وبعد كده بتبقى زي القهوه بالظبط. اي حاجه بقى بنعملها مره واتنين وتلاته خلاص بقى. عارفين اوحش حاجه بمنتج الفيديو معاكم بتبقى هي ايه؟ ان الفيديو ده مثلا بيبقى عدى عليه فتره، وانا بقى دلوقتي بمنتجه وفي وقت غدا فجعانه، فعايزه خرطه مكرونه مش عايزه اكل حاجه غيرها. سيبكم بقى عشان ما اطولش عليكم. الفيديو عجبكم لحد هنا بقى اعملوا لنا لايك وكومنت واشتراك جميل كده فضلا وليس امرا، واشوفكم في فيديو جديد مع مطبخ سومة.